ازيكم عاملين يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده سؤال نتكلم عن مفهوم العرف الدستوري، والسؤال ده غالبا ان شاء الله بنسبه كبيره ان هو جاي. طيب يعني ايه العرف اصلا؟ العرف ده يعني انت بتعمل حاجه لمده طويله وبتبقى في نفوس الناس على سبيل الالزام. تمام. طيب ده بالنسبه لمفهوم العرف عامه. طيب بالنسبه للعرف الدستوري بقى هو ايه؟ إن اعتاد العمل، إن يعني وليكن مثلًا السلطة الحاكمة اعتادت إنها تعمل عمل معين على سبيل الإلزام، بالرغم إن هو ما فيش قانون ليه. تمام؟ طيب إذًا هنا أنا عندي أركان لازم تبقى موجودة عشان أقدر أقول إن ده عُرف دستوري. أول حاجة الركن المادي للعُرف الدستوري هو إيه؟ هو فكرة الاعتياد على سلوك معين أو عمل معين الجهة الحاكمة بتعمله. تمام. طيب معنى كده إن هو لازم يبقى فيه تكرار واعتياد، يعني بيعملوه على طول دايمًا. طبعًا لازم يكون بيتعمل أو بمعنى أصح اتعمل أكتر من مرتين عشان يبقى فيه فكرة التكرار والاعتياد. تمام. لازم يكون فيه عمومية، يعني إيه؟ يعني التصرف اللي الجهة الحاكمة دي عملته لازم يبقى مقبول للجهات ومقبول للأفراد. يعني إحنا كأفراد قابلين اللي الجهة الحاكمة بتعمله، أو بقية الجهات قابلين اللي الجهة الحاكمة الأعلى بالتصرف اللي هي بتعمله إحنا قابلينه. تمام. طيب تالت حاجة يبقى فيه ثبات واستقرار. ثبات واستقرار يعني إيه؟ يعني الهيئة بتعمله على طول على طول، والفترة الزمنية كبيرة. تمام. طيب يعني بمعنى أصح محدش يكون اعترض على التصرف ده، سواء من أفراد سواء من جهات، لازم يلقى قبول. طيب حلو جدا. تاني حاجة لازم تتوفر في العمل ده عشان يكون عرف دستوري هو الركن المعنوي. الركن المعنوي يعني ايه؟ يعني لازم يكون في دماغي انا كسلطة حاكمة ان القاعدة دي او العادة دي ملزمة ليا، حتى لو مفيش قانون بيها، بس انا خلاص لو ما عملتهاش احس ان انا مقصر. فانا كجهة حاكمة لازم اعمل العمل ده لان خلاص هو في دماغي ان هي ملزمة ليا، ملزمة عليا اللي أنا أعملها. تمام. طيب تقييم العرف يعني إيه؟ مميزاته وعيوبه إيه؟ أول حاجة بيقول مزايا العرف. العرف ده بيعتبر هو المصدر الواقعي للقانون. ليه؟ لأن أنا كجهة حاكمة وعندي شعب، لما بتصرف تصرف وخلاص اعتدت عليه كجهة حاكمة وكشعب، فهو يعتبر تصرف واقعي لمشكلة موجودة. تمام. يعني نقدر نقول التصرف ده لقى قبول، فلما لقى قبول ده تعبير واقعي ان الناس راضية بيه او الجهة الحاكمة راضية بيه، فخلاص اعملوها واشتغلوا بيها. تمام. طيب تاني حاجة العرف يعتبر أكتر من مرونة. إزاي؟ يعني أحيانا القانون عشان يتغير بياخد وقت طويل فبيبقى فيه جمود، لكن العرف متطلباته بتبقى بسيطة وبيحصل على طول. تمام. يعني أقدر أغير بيه أسرع من القانون، يعني أقدر أغير بيه الفكرة القانونية أو القاعدة القانونية أسرع من طريقة القانون نفسه، من تغيير القانون نفسه. تمام. طيب العرف بيعتبر أقدر مصادر القانون الدستوري ديمقراطية. ليه؟ لأنه هو يعتبر العرف ده اللي الناس قبلت بيه وعملته أصبح ملزم جواها، ده يعتبر يعني علامة كده إن الشعب موافق على العمل ده. تمام. طيب عيوب العرف إيه؟ إن العرف بيتعمل ببطء شديد. ليه؟ لأنه لازم له برضو إلى حد ما وقت عشان يبقى الناس تعتاد عليه، ووقت عشان أحس إن هو عدى عليه وقت وخلاص إن الجهة الحاكمة واخدة إن هي بتعمله وإن الشعب راضي بيه، فبياخد وقت إلى حد ما. تمام. طيب اللي مهم قوي هنا برضو كمان تكلم عن أنواع العرف الدستوري وقيمته القانونية. بس العرف الدستوري كله مهم إن شاء الله، لازم هيجي منهم سؤال.
طيب أنواع العرف الدستوري إيه؟ قال لي أول حاجة العرف المفسر وقيمته القانونية. طيب يعني إيه يعني إيه أصل العرف المفسر وإيه دوره؟ العرف المفسر ده يعني فيه عرف جه قام بتفسير نص دستوري كان موجود أصلا. تمام. طيب القيمة القانونية للعرف المفسر، الغالبية الفقهاء ورأي الدكتور معاهم بيقول لك لأ، في قيمة قانونية للعرف المفسر ده. وبيبقى نعتبره إن هو مصدر للقاعدة الدستورية. تمام. ليه؟ لأن هو جاي يفسر قاعدة أصلا موجودة، يعني هو ما أضافلهاش جديد، لأ دي قاعدة قانونية موجودة، فهو بيفسرها. ممكن يكون المشرع ما شرحهاش، القاعدة القانونية الدستورية دي ما اتشرحتش، فهو العرف ده جاي يفسرها وينفذها. تمام. طيب النوع التاني العرف الدستوري المكمل وقيمته القانونية. يعني ايه العرف المكمل؟ يعني آم عندي قاعدة دستورية، تمام، المشرع سكت عن جزئية في القاعدة القانونية الدستورية دي، سكت عنها، فقام العرف جاي عشان يكمل القاعدة القانونية دي. تمام، حلو جدا، ده معناه. طيب القيمة القانونية للعرف المكمل بقى، أغلبية الفقهاء والدكتور، رأي الدكتور إن هو بيقول العرف المكمل ده هو عمل مشروع. تمام. وله نفس القوة القانونية للقاعدة الدستورية اللي كان بيكملها. حلو جدا. طيب النوع الثالث العرف الدستوري المعدل. طب العرف الدستوري المعدل ده يعني أنا عندي قاعدة دستورية وجيت عدلتها. طب أنا عدلتها إزاي؟ بحاجتين، يا إما حذفتها يا إما أضفت حاجات فيها. تمام. طيب القيمة القانونية بالنسبة للعرف المعدل بالإضافة، يعني أنا عندي قاعدة دستورية ضفت لها حاجات، ضفت عليها حاجات، عملت لها عرف بيضيف على القاعدة الدستورية دي حاجات. طيب اللي رأي الدكتور ايه ورأي الغالبية؟ قالك انا شايف انه العرف المعدل بالإيجاب او بالإضافة مشروع. تمام. طيب لو العرف القانوني ده حذف لي حاجة من القاعدة الدستورية، فهنا الفقهاء قالوا لا احنا مش معترفين بده لانه حذف قاعدة دستورية، ده ما ينفعش. تمام. طيب السؤال ده مهم جدا وناخد بالنا منه، ونقابل في السؤال اللي بعده إن شاء الله.